حضرتك كنت تعرف على حضرتك؟ انا اشرف الحسيني من دمياط. حضرتك كنت موجود في ليبيا؟ كنت موجود في ليبيا في مصراتة، في مدينة مصراتة في الحديد والصلب. حضرتك كنت قد ايه بقالك كام سنه شغال هنا؟ انا بقى لي 10 سنين بروح وباجي هناك شغال. يعني انت مش مستقر هناك، استقر كام؟ لا استقرار كامل، لا بقعد سنة وانزل اقعد شهرين ثلاثة واجي، شهرين ثلاثة واجي. انت يعني نصيبك ان ظروفي جت ان اللي حصل وانا هناك. السفينة اللي جت لنا دي وخدت اوامر من الناتو ساعتين تحمل في ساعتين، بقينا ناكل في نفسنا وعدينا، والحمد لله الحمد لله عدينا. لسه ما ركبناش الا ما ولعنا المينا، ما ركبناش الا ما كسرنا المينا ودشدشناه، عملنا فيها عمايل ما تتعملش. العائلات الليبيه بقت تركب واحنا نايمين في العسل هنا، الحكومه متسائله فينا. ما اثرنا مين طاق من على العربيه خدناه. مين طاق؟ من سلاح مين طاق 12 مللي ونص. خدنا اتنين سلاح آلي، خدنا 4 طبنجات. ده كله اللي انتوا تحموا نفسكم؟ لا دول احنا عاملين مشاكل، جايين بيهددونا عشان يضربونا وما نعملش مشاكل. اول ما الواد بتاع المنطقه طلع على المنطقه مسكناها بهدلناها وكنا هنموت. وازاي انك تطلع تهددنا بالسلاح المنطقه؟ ومسكنا الكاوتش بتاع العربيه كسرناه وكسرنا العربيه وولعنا المينا وحرقنا الدين، عملنا عمليه جامده عشان نركب. ما كانوا رافضين انتوا تركبوا؟ هم طول ما احنا هناك هم محميين بينا، احنا حارسين لهم المينا. هم طول ما احنا هناك هم محميين بينا، احنا حارسين لهم المينا، احنا حارسين لهم المينا. بتيجي العربيات بتاع السوار تخش على المينا تشوف طول ما احنا قاعدين مستقرين هم مطمنين ان مفيش حد دخل علينا من ناحيه البحر، وهم عايزين كده ان احنا ما نمشيش.